يعني ايه حب؟ هل اللي بحسه تجاهك ده هو الحب اللي بيتكلموا عنه؟ لما بقولك بحبك، هل ده بيوصل لك كل اللي جوايا؟ الحقيقة اني بحسك كأنك جزء مني، مش مجرد شعور. لا، ده شيء ملموس جوايا، كأنك الدم اللي بيجري في عروقي. لسه فاكر اليوم اللي بعدنا فيه. حسيت كأن روحي بتخرج من جسمي، حسيت بألم حقيقي. مش عارف ده حصل ازاي. الألم مش مجرد وجع جسدي. الألم مرتبط بالمشاعر. لما حد عزيز عليك يموت، بتحس بوجع حقيقي في جسمك. لو الشخص اللي مات ده مات بسبب مرض معين، وارد جدا تلاقي نفسك بتحس بنفس الأعراض اللي كانت عنده. لما حد يخذلك أو يخيب ظنك أو حتى يخونك، برضه بتحس بألم في جسمك. الفراق برضه له أثره. لما تبعد عن حد غالي عليك، جسمك بيرفض الحركة. النوم بيبقى صعب، التنفس بيبقى صعب، والحياة عموما بتكون أصعب. في تجربة نفسية شهيرة أجرتها جامعة كولومبيا، جابوا مجموعة أشخاص كانوا لسه خارجين من علاقات حب طويلة، وطلبوا منهم يبصوا على صور لحبايبهم القدام. في نفس الوقت كانوا بيراقبوا نشاط مخهم باستخدام الرنين المغناطيسي. المفاجأة كانت إن المناطق اللي بتنشط في المخ لما الجسم يتعرض لألم حقيقي، زي مثلا لما نتلسع بالنار أو نتجرح بآلة حادة، اشتغلت وبنفس القوة لما الأشخاص دول شافوا صور شركائهم. يعني مخنا بيتعامل مع ألم الفراق زي ما بيتعامل مع الألم الجسدي تماما، وكأنه إصابة حقيقية. مش بس كده، التجربة دي كمان أثبتت إن الفراق بيحفز إفراز مواد كيميائية مرتبطة بالتوتر والاكتئاب. المواد دي بتخلي بعض الناس يحسوا بوجع في الصدر أو المعدة بعد الانفصال، وده بيفسر ليه المسكنات اللي بتشتغل على المخ زي الباراسيتامول مثلا ممكن تقلل شوية من وجع الفراق. فلو كنت لسه منفصل وحاسس بالألم ده، المسكن ممكن يهدي الموضوع شوية. الألم الجسدي أوقات بيبقى هو الحماية الوحيدة من إنك توجه الغضب اللي جواك بشكل مدمر. العداوة لما تتمكن من القلب بتحرقه، نارها بتكون عاوزة تخرج وتدمر كل شيء حواليها. ولو معرفتش تسيطر على العداوة دي، جسمك هيحسسك بالألم عشان يحميك من نفسك. الحب والألم وجهين لعملة واحدة. اللي بنحبهم جزء مننا، ولو فقدناهم بنكون فقدنا جزء مهم جدا من نفسنا. يمكن شعور الألم مزعج، لكننا بنكون أنضج بعد ما نتجاوزه. كتير من أعظم الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية اتولدت من ألم زي ألم الفراق. الألم بيخليك تعبر عن مشاعرك بطرق جديدة، بيفتح لك أبواب الإبداع اللي ممكن ما تكونش فكرت فيها قبل كده. كل وجع بنحسه مش مجرد شعور عابر، كل ألم وراه معنى، وراه سبب وقصة. مفيش ألم بيجي من غير معنى، زي ما مفيش حياة من غير هدف. وفي النهاية، المعنى الحقيقي للألم هو الألم ذاته. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة ودوس لايك، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.